السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلوا بنا على النبي. وهندخل على أكلة بسيطة جدا جدا، أكلة من أكلات زمان، الأكلات الحلوة الحرشة اللي بتسد. والأكلة دي بتكون مطلوبة جدا جدا في الشتاء وفي البرد. الأكلة دي ما طبختش وجهزتش مخصوص، أنا كنت جاية من مشوار كده من عند والدتي، ولقيتها كده بتعمل ملوخية ناشفة، فعملت معاها. بصوا شكل الملوخية الناشفة بتاعت والدتي، خضرة وحلوة وجميلة جدا، وريحتها كانت معبقة البيت كله. تمام. طبعا ادتني منها وادت لاختي منها، ربنا يديها الصحة يا رب ويطول لنا في عمرها. احلى حاجة ان انت تعملي الحاجة في البيت. والملوخية المزروعة في الزرع، يعني بتبقى جاية من الغط على طول، ما تجيبهاش من السوق، بتبقى احلى ملوخية، بتبقى طازة كده وحلوة. هي عليها شوية تراب بساط جدا، هتغسليها وتنشفيها كويس وتقرطفيها وتنشفيها، هتاخدي احلى ملوخية طعم و... وريحة ولون حلو، جميلة جدا. جيت بقى من مشواري، فايه قلت اجهز اكل لولادي، محتاجين اكله جوزي طلبها. فكان جوزي طلب مني اني عايز فتة عدس. الفتة العدس دي من الاكلات الحلوة جدا، في اكلة شتوية، اكلة جميلة جدا. الناس اللي هتقولك ايه ده وما ينفعش، بصوا انا كنت طبخة يوم 4، وكان صابح الخميس. المعروف عندنا هنا في الصعيد ان الخميس كل الناس بتطبخ. تمام. فانا كنت طبخة حلة عدس كده محترمة، فاللي فاضوا مني اخر اليوم، فروحت حطيتهم في كيس تلاجة وحطيتهم على الفريزر على طول. انا من عادتي اي حاجة بتفضل من الاكل وهو طازة كده وحلو اول يوم، بروح عيناه في الفريزر، بينفعني في وقت الزنقة. طلعت كيس العدس اللي كنت حاطاه في الفريزر، وطلعت كيس شوربة. من هواة احتفاظ اي حاجة في الفريزر من زمان، والناس اللي كانت متابعاني من الاول في قناتي القديمة كانت عارفة موضوع ان انا بخزن شوربة، بخزن لو حبة تسبيكة معايا، لو حبة عدس، لو حتة بصارة، ايا كان كله بينفع في وقت زنقة. وكنت في مشوار واتأخرتي وولادك عايزين اكل بسرعة، وانتي خلاص على اخرك تعبانة مش قادرة تقفي، هتطلعي الكيس من الفريزر يدوبك على التسخين، بيبقى طعمه زي طعم الطازة بالظبط. لما تشيلي الحاجة هي وطازة، طب مطبوخة يعني لسه طازة، وتطلعيها وتستخدميها على طول، يعني دوبك تسخنيها، بتبقى لك حلوة جدا جدا، كأني لسه عاملاها دلوقتي حالا. بصوا الشوربة اهي بدأت تفك معايا. ما قلتيش هتعملي ايه على الشوربة دي؟ هعمل حبة ملوخية حلوين، ملوخية ناشفة من اللي مديهاني والدتي، ربنا يديها الصحة يا رب. وكمان طلعت كيس العدس ده، وهفكه بشوية مية، وهظبط التوابل بتاعته والملح بتاعه واروح ايه جايبه العيش الشمسي بتاعنا. كله هيوضح ليكم بالتفصيل في الفيديو ده. اكله بسيطه جدا جدا، بس والله كانت في اليوم ده عسل. الاكله دي انا يعني العدس الفت ده اتعلمته من حماتي. انا كنت بحب العدس كده، يا اما يتفت فيه هو ولسه مطبوخ كده وعليه ليمون وسمنه ويتاكل مع بصل اخضر، فكنت احبها. لكن لما جربتها بطريقتها دي عجبتني جدا جدا. طبعا مش هوصيكم اللي وصل معايا للدقيقه دي، يا ريت لو ما اشتركتش في القناه وعجبك المحتوى بتاع القناه، يا ريت تشترك في القناه، ويا ريت كمان تتكرم وتحط لنا اللايك علشان يرفع الفيديو. تمام. هفت العيش الشمسي، ده عيش شمسي، ده كنت مقمراه وبايت عندي، يعني ايه كده بدأ ايه يمس شوية، فقلت ايه اما اخده بدل ما اطلع من الفريزر، اخده وافته في شوربة العدس. العيش الشمسي بيبقى حلو جدا جدا جدا، يفرق خالص. الناس اللي هتقولي طب انا عنديش عيش شمسي، ينفع اعمله بالعيش البلدي اللي هو العيش المصري اللي هو بتاع الافران؟ ما بيبقاش حلو بصراحة، ما بيبقاش طعمه حلو خالص. هو حلاوته بالعيش الشمسي او العيش الشمسي المحمص، بيبقى جميل جدا جدا، طعمه حكاية. جربوه لما يكون عندكم شوية عدس، تخفوهم بشوية مية وتحطوا لهم التوابل بتاعتهم وكعب مرق، وتفتوا فيه عيش شمسي او عيش محمص واعمليها بنفس طريقتي دي، هتعجبك جدا جدا. كمان لو معاكي، لو عندك سمنة بلدي، انا كان عندي باقي سمنة بلدي هوريها لكم برضو، هحطها عليه بعد ما اخلص فت شوربة العدس او فت العيش في شوربة العدس،
واهو الملوخية مخليها للاخر. اول ما اخلص شوربة العدس على طول تكون الشوربة بتاعتي غلت، وهحط لها الملوخية وبس. على كده الشوربة بتاعتي مظبطة جدا، فمش هتحتاج طشة ولا مش هتحتاج اي حاجة تاني. تمام. الفكرة اني بوريكم الاكلة الجميلة دي والحاجات بتاعت زمان، والامهات يعني الجميلة بتاع امهاتنا بتاعت زمان كانت بتتصرف. والله كانت بتتصرف. ممكن تكون عاملة غدا او الاكل اللي فاض منها شوية عدس فاضوا منها حبة شوربة كانت طبخاهم من يوم قبليها، ما كانتش بتقف وتقول ما فيش اكل، لا كانت بتتصرف. تعمل فتة عدس زي كده، تعمل على شوية الشوربة ملوخية بامية مع شوية فلفل مع شوية بدنجان ومع شوية مخلل، بيسدوا في يوم. وفي الغلاء ده مش محتاجة العملية غير اننا نتصرف. مش مستاهلة ان احنا نكلف نفسنا اكتر من التكلفة والاسعار اللي احنا يعني بنعاني منها. ربنا يرحمنا يا رب ويعيننا يا رب. هخلص كمية فت العيش طبعا علشان انا عاملة كمية هتكفي لنا كلنا. عايزة اقول لكم في اليوم ده كله اكل من الاكلة دي وانبسط انبساط شديد. زي ما شفتوها كده في اول الفيديو، كانت الصينية بسيطة بس على رغم بساطتها كانت يعني احلى من اكلة لحوم او اكلة فراخ بامانة والله. خلصت كده تقطيع العيش الشمسي. العيش هيسخن معانا وهيشرب مني شوربة العدس. وهو الملوخية بدأت او الشوربة بتاعت الملوخية غلت. هجيب الملوخية الجميلة الخضرة اللي والله الكاميرا ظلمها خالص مش مبينة لونها بالمرة. هوريها لكم دلوقتي لونها حلو ازاي وجميل ازاي. طبعا انتوا شفتوها هي وكده ومتكرمة، كان لونها تحفة وريحتها. الملوخية الحلوة اللي عايزة تخزنيها مثلا يعني الملوخية الناشفة. سامحوني ان كنت يعني بتلعثم معاكم في الكلام، معلش بس عشان انا والله لسه يعني ما فقتش من دور التعب اللي كان عندي. الملوخية حابة تخزنيها الملوخية الناشفة، فما تجيبيهاش في اول مطلوع الملوخية، لا يعني ما تجيبهاش في اول الصيف، لا تجيبيها في اخر الصيف. بتكون الملوخية الحلوة ورقة كبيرة كده وعريضة وتخزنيها. اللي هي ممكن تخزنيها ملوخية مفرزة في الفريزر او حبيتي تنشفيها، دي بتبقى احلى ملوخية، تديكي طعم تديكي قوام. لما بتيجي تطبخيها اقل شوية منها بيدوكي كمية حلوة جدا وبتصب. خلصت فتة العدس ما شاء الله تحفة. دقتها انا واقفة لقيتها مظبوط، الحياء بتاعها والتوابل وكل حاجة بتاعتها مظبوطة. هي معمول العدس مسبقا من قبل كده، فمش محتاجة ان احنا نضيف عليها حاجة تانية. مفيش غير في الاخر ان خلاص هي شربت العيش شرب كل كمية العدس اللي معانا اهو. خلاص هطفي عنها وجيت للشوربة. بصوا الملوخية ما شاء الله خضرة وجميلة، عسل عسل. كان نفسي تكونوا موجودين معايا وتدوقوا من الملوخية دي، طعمها بصراحة تحفة تحفة. احلى حاجه ان تعملي الحاجه لبيتي وما تستسهليش وتقولي لا ما خزنش وما تعبش نفسي. في ناس بتقول لك شراء العبد ولا تربيته، لا والله لما بتتعبي في الحاجه بتلاقي منها في الاخر نتيجه روعه، نتيجه هتبهر الكل. حاجه نظيفه بيتي عاملاها بنفس، تاكليها وانت مطمنه ان الحاجه دي انت اللي عاملاها، عارفه بديتي فين وانتهيتي فين منها. لكن اللي جايباها من بره يعني اعزكم الله اعزكم الله، الحاجه اللي بتبقى متجابه من بره دي في ناس يعني بتستسهل كده وما بتراعيش ضميرها فيها. ممكن تكون نشرها في الشارع ويكون عندها مواشي وبتكون رايحه جايه عليها. ممكن تكون منشرها على السطح والطيور تطلع تربش فيها. فيعني بلاش اقرفكم، بس ايه انا يعني الخلاصه ان الحاجه لما بتعمليها في البيت وعلى ايدك بتاخدي احلى حاجة وبتاكليها بنفس. كده خلصنا الملوخية بتاعتنا، بصوا لونها الجميل التحفة. وكمان خلصنا العدس بتاعنا وهحط لها حبة سمنة كده محترمين. بصوا كمية سمنة يعني التليفون قال الحقوني سخن ومش عارفة جات له حمى كده وراح فاصل، فما جابش باقي حتة الزيت السمنة اللي انا بحطها في العدس. لو ما عندكش سمنة بلدي ممكن تحطي حتة زبدة، زبدة فرن اي نوع زبدة او حتة سمنة من العلب، ده كله بيمشي والله، كله بيمشي وكله بيعدي وبيبقى طعمه حلو. بس طبعا السمنة البلدي لا يعلى عليها. انا كنت اخر شوية سمنة وكانوا على عيني اللي كنت عاملاهم من قشطة اللبن.
أعزكم الله دلوقتي وربنا يحفظنا، اللبن بيجيلي مغشوش، اللبن مخلوط عليه مية. وصاحبة أو الناس اللي بتبيع لبن اللبانين بيقولك بنحط عليه مية لأن على بال ما بنلف اللبن بيقطع، يعني بيقولوا مبرر للي بيعملوه، بيحطوا مية على اللبن علشان ما يقطعش. واللي يشرب بقى يعرف بقى في لبن في المية ما فيهوش، يعني اللهم احفظنا. يعني بيقول لك لا طب هنخسر اللبن كله، احنا ممكن ننقص لك 5 جنيه من كيلو اللبن. كيلو اللبن ب20 جنيه، ممكن يبيعهولك ب15 جنيه، او ممكن يبيعهولك زي ما حصل معايا يبيع لك ال2 كيلو ب35 جنيه، يعني نقص لك منه 5 جنيه على 2 كيلو. ويقول لك اصل عليه نسبة مية. ليه المية؟ يقول لك عشان اللبن ما يقطعش، علشان ما اخسرش كمية اللبن اللي عندي. جبت هنا حبة بتنجان من بتنجان العرايس، وقلتها كده هي ومقفولة، غسلتها كويس وهي ومقفولة كده، قلتها مع حبة فلفل كده مشطشطين حلوين. وطبعا التحديقة بتاعتهم اللي هي توم وخل وليمون وحبة فلفل، عندك خضرة حطي. وظبط الملح والتوابل بتاعتها وتحشي البتنجان. واحلى اكله، اقسم بالله احلى اكله. شويه فتة عدس على شويه بدنجان مخلل زي ما انتم شايفين كده، عملناهم وعصرت عليهم كده ليمونه كده في الاخر. والله دول لوحدهم كفايه، انا ممكن الاكله دي اكلها وحدها ومش عايزه اي اكل جنبها تاني. فالاكله دي نفسها وحدها كده حكايه كده تفتح النفس، مع فتة العدس مع البصل والليمون ما اقولكمش. الاكله دي الراعي الرسمي في الشتاء وفي البرد ويما الدنيا بتمطر، هي والمحشي. بديل المحشي فتة العدس. فجربوا الاكله الحلوه دي البسيطه، على قد ما بساطتها على قد حلاوتها وقد طعمتها. اكله بسيطه جدا جدا. حاولي تدبري وتوفري في بيتك، اللي هتدبري وتوفري النهارده هيوفر عليكي بكره. ويا رب الفيديو بتاعي يعجبك.